السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين، وبعتذر طبعا عن تقصيري الفترة اللي فاتت ده نظرا لظروف شخصية. أحداث كتيرة عالميا ومحليا لسعر الأنصة في ارتفاع مستمر الفترة اللي فاتت. طبعا شايفين الأنصة عالميا بترتفع رغم ارتفاع سعر الدولار، ورغم ان امريكا لسه مساندة الدولار، ولكن سعر الأنصة هو كمان بيرفع، مع ان الاتنين ما بينهم علاقة عكسية. اول ما سعر الدولار بيرفع بيبدأ سعر الأنصة هي كمان تقل، واول ما سعر الدولار بينخفض يبدأ سعر الأنصة ترتفع. لكن الاتنين دلوقتي شايفينهم هما الاتنين ماشيين مع بعض. يا ترى ايه السبب؟ هل الحرب اللي موجودة دلوقتي او التوترات الجيوسياسية اللي موجودة وموضوع ايران هو السبب، ولا ان الاسواق دلوقتي بقت شايفة ان الفدرالي الامريكي في اجتماعه الفترة اللي جاية في شهر 5 هيبدأ ان هو يخفض الفايدة، وبناء عليه السوق سابق الخبر؟ ولا ان الصين دلوقتي بقت بتشتري بكميات كبيرة من الذهب؟ هو ده العامل الاساسي في ارتفاع السعر العالمي وارتفاع الأنصة، ولا لا الارتفاع الحالي غير مبرر؟ محدش يقدر يقولك الارتفاع ده سببه ايه. محليا طبعا شايفين سعر عيار 21 مسجل 2260 جنيه على سعر دولار 48 و30 قرش، وسعر عالمي 2377. يعتبروا هما الاتنين ماشيين مع بعض. ولكن السؤال للناس كلها شايفة ان البنك كان المفروض ان النهاردة يفتح على سعر عالي، ودلوقتي ليه شايفين ان الذهب الفترة اللي جاية هيركب الصاروخ ويطلع؟ وهل الذهب هينخفض تاني في مصر ولا لا؟ والسؤال المهم، هل الوقت الحالي مناسب للشراء ولا لا؟ كل ده هجاوبك عليه، وما تنساش تعمل لايك ويلا بينا. السلام عليكم. طبعا اي حد من حضراتكم حابب ان هو يتواصل معايا بشكل شخصي ممكن يتواصل معايا عن طريق لينك جروب الواتساب والتليجرام، ده هسيبه لحضرتك تحت في اول كومنت، ده بيبقى اسهل كمان من اليوتيوب. سعر الأنصة 2377 دولار. الطبيعي ان لما سعر الأنصة بيرفع بالطريقة دي ده لازم يكون ليه سبب او يكون ليه أزمة. ارجع بالذاكرة معايا لورا كده زي وقت ايام حرب روسيا واوكرانيا او ايام كورونا. ولكن دلوقتي محدش يقدر يقول لي ان حتى لو في توترات في الشرق الاوسط وتوترات ايران دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه قادرة ترفع سعر الدولار او سعر الأنصة بالطريقة دي، ترفعه من 2050 لحد 2400 و2430 دولار للأنصة. الكلام ده كان ممكن يحصل مع ان البنك الفيدرالي الامريكي يبدأ يخفض الفايدة، ده بالنسبة لي حدث مهم. لكن محدش يقدر يقول لك دلوقتي السعر العالمي هيزيد وهيروح لحد فين او سقفه واقف لحد فين. بس خليني اقول لك ان الصين دلوقتي هي ممكن تكون سبب من ضمن الاسباب. طبعا الصين كان عندها الفترة اللي فاتت ركود في سوق العقارات عندها، وبناء عليه الكل هناك اتجه لشراء الذهب. خليني اقول لك ان البنك الشعب الصيني لجأ ان هو يشتري من سويسرا بالتحديد 225 طن ذهب. ده رقم مهول ورقم كبير جدا. اشترى 225 طن ذهب، ده انا عايز اقول لك دي حصيلة دول مش دولة واحدة. طيب ايه السبب الاساسي وراء ارتفاع سعر الأنصة عالميا؟ خليني اقول لك ان السبب وراء ارتفاع سعر الأنصة عالميا ان المستثمرين دلوقتي لو نظرت الى الفدرالي الامريكي رفع سعر الفايدة 11 مرة من مارس 2022، والكل دلوقتي بقى بيراهن على خفض الفايدة الفترة اللي جاية من الفدرالي، والذهب دلوقتي تجاهل ارتفاع سعر الدولار قدامه، وكل المستثمرين دلوقتي بقت بتراهن وبقت بتضارب على سعر الذهب وبقت بتبعد عن الدولار، لان الكل بقى بيراهن ان الفترة اللي جاية لازم واجباري ان الفدرالي الامريكي يخفض سعر الفايدة. طيب هل في حل قدام امريكا عشان ما تقفش كده مكتوفة الايدي ان هي ممكن تعمل حاجة تخلي سعر الأنصة ينزل تاني قدام الدولار؟ هقول لحضرتك لو طلع جيروم باول وصرح تصريح انه الفترة اللي جاية ممكن يرفع سعر الفايدة 0.5%، او يفاجئ الاسواق مرة تانية ويرفع سعر الفايدة 0.5% مرة واحدة، كل ده قادر على انه يسحب الثقة من الذهب وسعر الأنصة يرجع ينزل تاني. خلي بالك ان الفترة اللي جاية هتبقى تكسير عظام ما بين الذهب وما بين الدولار، لان الاتنين دلوقتي هما الاتنين بيرفعوا مع بعض. الكل النهاردة كان بيراهن على ارتفاع سعر الدولار في البنك، والنهاردة اتفاجئنا النهاردة بقرارات البنك المركزي على فتح السحب.
النهاردة حضرتك بقت ممكن تسحب من البنك 250 ألف جنيه بدل 150، وممكن تسحب من الاي تي ام ممكن تسحب منها 30 ألف بدل 20. في ناس طبعا شايفة ان القرار ده ضد التضخم، او ان انت النهاردة بتلم السيولة من ايد الناس لتفتح للناس ان هي تقدر تسحب فلوس وتخرج الفلوس من البنك تخرجها للسوق. ده كده هيتماشى عكس التضخم، والناس هتبدأ ان هي تشتري دولار، والناس هتبدأ تشتري ذهب، وده هيبدأ ان هو يرجعنا للسوق السوداء مرة تانية. بس خليني اقول لك ان انا شايف المنظور من وجهة نظر تانية خالص، ان ده شكل ايجابي مش سلبي. ان انت النهاردة بتحافظ على قيمة الجنيه، والنهاردة بترجع الثقة تاني للجنيه. النهاردة بتقدر تقول ان انا معايا دولار ومفيش سوق سودا هترجع الفترة اللي جاية، وان انا معايا دولار في البنك هيغطي التزاماتي واحتياجات المستثمرين. وخليني اقول لك ان مفيش اي اقتصاد في الدنيا بيقوم وهو عليه قيود، لازم القيود تتشال من على الاقتصاد المصري. وانا شايف ان الخطوة دي ايجابية مش سلبي. السؤال دلوقتي، هل الذهب ممكن ينخفض تاني في مصر ولا لا؟ خليني اقول لك ان انت عندك الفترة اللي جاية مراجعة مع صندوق النقد الدولي، ولازم تثبت لصندوق النقد ان عندك سعر الدولار في البنك مرن مش مدار، يعني بيطلع وينزل، وهو ده اللي حاصل دلوقتي في البنك. وخليني اقول لك ان في اتفاق مسبق كمان ما بين مصر والامارات عن ان انت على مشروع راس الحكمة، ان انت استلمت الدفعة الاولى على 50.5 للدولار في البنك. ما ينفعش تيجي تقول لي استلم الدفعه الثانيه على 43 و44، لا، ممكن تكون 49 48 ونص، 50 جنيه معقوله. وهو ده اللي حاصل، وان الناس كلها كانت مراهنه ان الدولار في البنك هيفتح على ارتفاعه قد كان، ورفع الجنيه ورجع ينزل مره تانية. خليني اقول لك ان انا شايف ان الفتره اللي جايه لازم بعد ما ياخد الحصيله الجديده مع الحصيله القديمه، ان ممكن البنك ياخد الدولار وينزل بيه المستويات 45 و44 و43. عشان كده انا لسه شايف ان في انخفاض في سعر الذهب في مصر. طيب السؤال المهم دلوقتي، وده انا شايفه مهم جدا الفترة دي، لو انا النهاردة قعدت مستني البنك لحد ما ينزل سعر الدولار جواه، هل بقى مش هستنى حضرتك تضمن لي ان انا اعرف اشتري ذهب؟ لان وقتها ممكن يكون الفيدرالي الامريكي خفض الفايدة، وبدأ ان هو السعر العالمي يرفع هو كمان، وياخد المحلي كمان معاه ويطير. خليني اقول لك ان اجتماع الفيدرالي الامريكي القادم يوم 1 مايو او 1/5، وبنسبة 90% انا شايف انه هيثبت سعر الفايدة. خليني اقول لك انه هيطلع بعدها جيروم باول ويقول كلمته، وقتها نقدر ان احنا نشوف كلام جيروم باول وبعدها نقرر. وده ياخدنا للسؤال المهم، هل الوقت الحالي مناسب للشراء ولا لا؟ خليني اقول لك الفترة اللي جاية برضو انا مستني لحد يوم 1/5، بناء عليه هنكون شفنا سعر الدولار راح فين جوه البنك، وبناء عليه هنشوف ردة فعل جيروم باول بعد تثبيت سعر الفايدة وهيقول ايه، وبناء عليها ممكن وقتها ان احنا نقدر نقرر ان احنا ندخل نشتري باول جزء، وان احنا كده كده هنشتري على اجزاء. احنا هنا كده هنستنى لحد ما نشوف يوم 1/5 القرار هيكون ايه. في الاول وفي الاخر دي وجهة نظري، ومش بلزم اي حد من حضراتكم بيها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. واي حد من حضراتكم عنده اي استفسار سيبولي في الكومنتات وهرد عليه. سلام.